ازيك يا شباب. ده السيشن اللي هو خاص بالدوكيومنتيشن، اللي هي المفروض اول مرحله في التستنج. لو انت شغال اجايل، لو انت شغال ان انت بتيرلي تيستنج يعني، فدي المرحله اللي تبقى اولى معاك. انا بس فاتح لك الويب سايت ده عشان اوري لك ان ده الويب سايت اللي احنا هنشتغل عليه. انا اخترت الويب سايت ده عشان يكون هو ويب سايت بسيط سهل، ما ياخدش مننا وقت كبير في ان احنا نكتب تيست كيس، لان انا لو اخترت ويب سايت تقيل هنقعد نكتب تيست كيس كتير جدا، وده مش طبيعي. الكورس هيطول قوي وانت هتمل وانا همل، فالموضوع مش هيبقى طبيعي. ومش عاوز ان انا يعني اكروت لك الدنيا واقول لك ان انا دي شوف بص دي ومش عارف ايه ومن كل فانكشن تيست كيس. لا، انا عايز امشي معاك ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتم، كل حاجه. تمام، ده الويب سايت. نيجي نفتح بقى الدوكيومنتيشن. انا كنت بريكورد قبل كده واكتشفت ان مفيش صوت، فنرجع نريكورد تاني عشان خاطرك. ماشي. بص يا سيدي، انت لما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمك وتشتغل في الشركه، الدوكيومنتيشن دي يعني كل حاجه انا هشرحها، او كل شركه انت تدخلها ان شاء الله يعني هتبقى مختلفه عن الشركه اللي قبليها، في طريقه الشغل، في البروسيس اللي انتوا ماشيين عليها، في كل حاجه. يعني انا في الشركه اللي انا فيها عادي، انا اول شغل اشتغلته كنا بنشتغل اجايل. اول مشروع كنا بنشتغل اجايل، تاني مشروع اكسبلوراتوري تيستنج. لا ريكويرمنت ولا فيجما ولا اي حاجه، وكمان مش لو ليفل تيست كيس، هاي ليفل كمان. فيعني كل مشروع على حسب حالته، على حسب التايم بتاعه، على حسب السكوب بتاعه، على حسب البادجت بتاعه، كل حاجة بتبقى يعني مختلفة عن مشروع تاني. فعشان كده ده بياخدنا لإيه، إن التستنج مش ملوش نهج معين يعني، فاهم؟ فلازم تبقى انت برضو ايه فليكسيبل كده مع اي حاجه تيجي لك. تمام. دلوقتي احنا معانا الدوكيومنتيشن. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل لك محاكاه للواقع. محاكاه للواقع ليه؟ لان الكورس ده على فكره مهم جدا جدا. ليه؟ انا بشرح لك كل اللي انا اعرفه، كل اللي انا اكتسبته بشرحه لك، عشان لما تدخل شركه، بص هو انت هتتصير في انترفيو، بس انا مش غرض ان انت تباص الانترفيو. تباص الانترفيو ده قصص تانية ومذاكره تانية وحوارات تانية وحاجات تانية. انا غرض انت تفهم المجال، انت تعرف. الكورس ده للناس اللي شاكه ان هي ممكن عاوزه تكمل في المجال او لا. انت فاهمني يعني؟ انت عاوز تكمل في المجال او مش عاوز. فانت القصه دي هتعرف المجال ازاي في الشركات بيمشي ازاي. فخلينا ندخل في الموضوع على طول. وايه واقول لك بص يا باشا، الدوكيومنتيشن ممكن تجي لك زي ما هي مكتوبه كده بي دي اف ومش عارف ايه. ممكن تجي لك يوزر ستوري فقط، وتحت اليوزر ستوري يكتب لك كل تفصيله الزرار ده بيعمل ايه، والورك فلو بتاعك هتمشي ازاي، وبعدين هتضغط لوجن، وبعد اللغه هتدخل اليوزر نيم والباسورد، وهيشرح لك كل تفصيله. وده اللي كان عندي صراحه في البروجكت الاول في الشركه، كان في يعني كل تفصيله كانت جاينا بتفصلها. تمام. او ممكن يبقى متاح معاك فيجما فقط، قلنا على حسب المشروع. او ممكن يبقى متاح معاك الويب سايت فقط، عادي. تمام. تمام. بص يا سيدي، انت بيجيلك الريكويرمنت زي ما هي كده، بيقول لك الهدف بتاعها، لمحة عن المشروع، الجولز بتاعتنا، الفيتشرز اللي موجودة، الفانكشنال النون فانكشنال بتاعتنا، كونسترينز الاكسبتنس كرايتيريا، وعندنا اليوزر ستوري دوكيومنت بتاعتنا. ماشي كده؟ ماشي. ال الهدف من الموضوع ده ان هو بيعرفك بيقول لك the this PRD defines product goals, requirement, features, constraints and acceptance criteria. ماشي. بيقول لك احنا ده انا بعرفك المتطلبات، الفيتشر اللي عندك، الكونسترينز، الاكسبتنس كرايتيريا، وان السيستم ده بيسيميوليتس الاي كوميرس فور يعني كيو اي تريننج. انا ده يعني ده تعريفي بيني وبينك يعني. ماشي. برودكت اوفر فيو، خد بالك عشان بس ما تقولش هو بيقرا وخلاص. احنا بنقرا اول قرايه، لمحه عامه. انا برضو مجهز لك على فكره عشان بس ما ناخدش وقت واحنا بنعمل، عشان بس نبقى الموضوع اسرع وفيه افاده اكتر. مجهز لك الاسئله اهي، زي ما انت شايف ما شاء الله اسئله كتير اهي. انت دلوقتي بتقول ايه؟ البرودكت اوفر فيو. احنا قصدي سوري، احنا هناخد يعني قاريه سريعه كده، نحاول نفهمه، وبعدين في قرايه تانية كده اللي هو بقى قرايه بقى التفاصيل بقى، تركيز بقى. البرودكت اوفر فيو،
البراوزر ستاك ديمو ويب سايت في the browser demo website function as simplified e-commerce store in when users can browse the product login using predefined credentials and items add items to cart modify quantities with switch currencies and move through a model check out flow. اوكي ماشي. هو بيقول لك ان الويب سايت ده ايه، اليوزر بيقدر ان هو يعني يسيرش عليه، يلاقي برودكت عليه، بيديك لمحة عنه. انت ممكن الكوانتيتي ممكن تعدلها، ممكن تزود، ممكن تنقص، الكلام ده كله بيديك ايه. سويتش الكرنسي برضو، انت مثلا ممكن تبقى بالمصري، تخليها بالدولار، تخليها بالسعودي الريال، بيديك لمحة هو بيعمل ايه، فانت بتاخد لمحة عن الموضوع. البرودكت جولز، هو البرودكت ده الهدف منه يعني ده حاجه بيننا وبين بعض، اللي احنا بنوفر حاجه تريننج لينا كده، اللي هو يعني الهدف الحقيقي بتاعه اللي انا بشرح لك منه الكورس، ان احنا بنوفر بيئه ان احنا نقدر نتست عليها، وحاجه بسيطه كده ان احنا ايه، سيمبل نتست عليها. نيجي على المهم بقى، الفيتشرز اللي عندي ايه، الحاجات اللي عندي ايه الفيتشر. اللي مش عارف يعني ايه فيتشر، فيتشر دي لما مثلا يبقى عندك لوجن، سيرش، كل حاجه من دول اسمها فيتشر. اللوجن، برودكت ليستنج، اد تو كارت، ابديت كوانتيتي، ريموف ايتم، كرنسي، تشيك اوت، كل ده فيتشرز انت هتقابلها. طيب هتيجي تسالني سؤال، الحاجات دي كلها، شوف بقى الاسئله، سؤال اهو عشان انت خد بالك موضوع الاسئله. انت ما ينفعش تكون تستر شاطر وانت مثلا يعدي عليك دوكيومنتيشن زي دي وما تسالش عليها سؤال. مش قصدي اقول لك ان كل كلمه تسال عليها سؤال، لا. ما ينفعش تقول مثلا للمدير بتاعك والله، يقول لك انت قريت الدوكيومنتيشن فتقول له اه، يقول لك ايه يا أستاذ؟ تقول له لا ما عنديش اسئله، لا. هيصدقك عادي، بس هو بينه وبين نفسه هيقول لك لا برضه، هيقول لك يعني ازاي، هيقول لك ازاي انت ما عندكش اسئله؟ مش طبيعي. ليه؟ اصل انت مش يوزر، اصل انت مش واحد بتنزل ابلكيشن من على النت، فانت مش عارف بتقول لاخوك ده انا نزلته وما فيهوش حاجه وحلو. لا، انت تستر، انت تستر لازم تفهم بيزنس دومين كويس جدا. انا ممكن يبقى عندي ابلكيشن فيس وما اعرفش فيه نص الحاجات، واحنا كده على فكره. انا قلت لك اوصل لكذا، مش هتعرف توصل. دي بتعمل ايه في الفيس، ما اعرفش. دي بتعمل ايه في الواتس، ما اعرفش. انت كسر لا، لازم كل فيتشر تعرف هي بتعمل ايه بالظبط، بتشتغل ازاي، بتحسب ازاي. فما ينفعش تقول ما عنديش اسئله، يبقى انت كروت الدنيا، يبقى انت مش شاطر. وانا بقول لك اهو، انا مثلا في الدوكيومنتيشن اللي عندي، اول سؤال مثلا ممكن اساله لنفسي، هو ده بس اللي في السكوب ولا في حاجه تانية؟ سؤال حلو. يعني انت قلت لي لوجن وابديت وريموف وويتش ليست وكرنسي وتشيك اوت وبس كده، ولا الباقي اوت اوف سكوب؟ انا بتست، لا، يقول لك هو ده بس الان سكوب، الباقي مش اوت اوف سكوب. ممكن وانت بتساله كده، بزنس اناليست ده، بزنس اناليست لا، ده في سيرش، ده في فلتر. بالفعل، احنا بصينا على واحنا بصينا على الويب سايت، في فلتر، في سيرش، في فيفورتس، في اوفرز، في حاجات كتير. فممكن يبقى هو ناسي ما كتبهاش. فالدوكيومنتيشن دي مهمه جدا، ما ينفعش ينسى فيها حاجه. هي بترشدني، هي الجايد لاين بتاعي. ما ينفعش تقول لي لا مفيش مش عارف ايه. فاهمني؟ تمام. الفانكشنال ريكويرمنت، دي بقى ايه؟ يعني الحاجات الفانكشن انت هتست، دي بقى الفانكشنال، دي الحاجات اللي فيها حركه. لو انت ما اعرفش الفانكشن والنون فانكشن والكلام ده كله، يعني انا بحب اقول فيها حركه، يعني فيها كده ايه، فيها انتر اكت، تفاعل كده. ماشي. بيقول لك اول واحده السيستم ماست allow لوجن يوز بري ديفايند يوزر نيم، حاجه يعني بدائيه جدا. ان انت ما ينفعش السيستم انت بتروح، بس مش حد طبيعي يروح يدخل يوزر نيم باسورد هو ما عملش كريت اكونت قبل كده. فدي حاجه طبيعيه جدا يعني. البرودكت ليست ماست ديسبلاي نيم ايمج اند برايس. بص، نيم، ايمج، وبرايس. سوري. طب لو انت بتقرا الدوكيومنتيشن دي، او لو واحد بيشرح لك، البيزنس انست فتح معاك وبيشرح لكم
الدوكيومنتيشن دي، هتسأله تقول له ايه في الحاجات دي؟ انا مثلا عن نفسي هقول له طب هو بس افترضنا آه، يعني لقيت مثلا description، لقيت اي حاجه تانية، لازم اكون متاكد ان دول معروضين بس ولا معروض معاهم حاجه تانية؟ فهمت كده؟ بس لازم تفهم، لازم تسال. هو بقى هيرد عليك يقول لك ايه؟ اه يعني هما دول بس المعروضين، لو لقيت حاجه تانية دي اوت اوف سكوب، اوت اوف سكوب او مش معانا او بج. لو لقيت حاجه زياده، حاجه اقل، بج طبعا. حاجه زياده، بج طبعا. طب ديسكريبشن عادي، ممكن تلاقي ديسكريبشن. لازم تعرف منه هو ضايف كل حاجه ولا لا، عشان انت معظم التستر لما بيرفع بج وبيترفض ليه؟ ما بيبقاش فاهم كويس، ما بيبقاش قاري الدوكيومنتيشن كويس، بيرفع حاجات تترد عليه ده مش بج. فاهمني؟ وفي حاجات على فكره خد بالك، في حاجات بالخبره بتاعتك. اذكر ان انا رفعت بج قبل كده، يعني من ضمن الحاجات اللي انا يعني اكيد في بجات اترفضت، وفي بجات انت بتنجشيت مع الديفلوبر ان انت صح او ترجع لمديرك او الكلام ده كله. في بجات اترفعت، فالديفلوبر رد عليا رد يقول لي اصلا الفانكشن دي بتشتغل كذا. فانا قلت له لا، انتوا بتتكلموا على جيرا يعني، دي يعني بابليك كومنتس يعني على الباجز ذات نفسها، كله بيبقى شايفها اللي في المشروع يعني اقصد. فقلت له لا، عشان انا عارف يعني دي جنرال انفورميشن بالنسبه لي. قلت له لا، هي ما بتشتغلش كده، انت المفروض تشتغل كذا. مش فاكر هي ايه بالظبط الصراحه، بس حاجه كانت بديهيه يعني. قلت له لا، يعني انت غلط. مش انت مش بقول له انت غلط، قلت له لا، فهمته الصح. قلت له لا، الفانكشن دي في الطبيعي بتشتغل كذا كذا كذا. فاهمني؟ فدي بقى الفكره بين ايه، الفكره ان انت الديفلوبر لما عمل كده، عمل كده اكيد بناء على فيجما، على دوكيومنتيشن، على اي حاجه. انت دي اهميتها. لو انت كنت معاهم من الاول، او لو انا كنت معاهم، انا كنت اقول لهم لا، هي دي ما بتشتغلش كده، دي لازم تشتغل كده. فالديفلوبر كان هيمشي على كلامي انا من الاول، وما كانش هيبقى بج، بس هو اتصلح. طلع كلامي انا اللي صح، وصلح البج، ورجعت عملت عليها كونفirmation تاني، البج اتصلحت. تمام. Quantity update must dynamically recalculate subtotal. Removing items must update subtotal and cart counter. Removing which list must preset during session. Currency switching must update all displayed price in real time. Checkout must display accurate subtotal and allow navigation to confirmation page. طبعا انت مش كل حاجه لازم اسال عليها. تشيك اوت لازم ان انا انافيجيت تو الكونفirmation، هعمل تشيك اوت هتوديني في نقطه مهمه. يعني يقول لك مثلا لو انت بتتكلم على الاد تو كارت مثلا، هو مش ذاكره، الاد تو كارت، لما اضغط اد تو كارت هتوديني على طول على الكارت، ولا هتظهر لي كده زي كده يعني حاجه كده فوق ان العربيه دي تضاف عليها واحد، ولا لازم اروح على العربيه على طول؟ دي بقى الاسئله. خد بالك ان انت لما بتبقى انت في ميتنج مع بيزنس اناليست وهو يشرح، انت بيبقى بالنسبه لك تسر اسهل.